لسه بترد بدون كلام: أحدث ظهور يفجر السوشيال ميديا، هل فعلا شكلها اتغير؟ والناس كتبت في التعليقات: هو انتي لسه بجد ولا مين؟ لما نقول إحساس بنقول لسه، ولما لسه تظهر الدنيا كلها بتقف. لكن المرة دي الظهور كان مختلف، والناس ما كانتش بتتكلم عن صوتها ولا أغنيتها الجديدة، الكل كان بيقول هو وشها متغير. تعالوا نشوف الحكاية كلها من الأول. في أول عرض لمسرحية كارول سماحة الغنائية على مسرح لبنان، ظهرت إليسا بكل أناقة وجمال، لابسة فستان أسود بسيط لكن شيك جدا. كانت جاية تدعم صاحبتها كارول، اللي قالت عنها إليسا مش بس نجمة، دي أخت. لكن زي العادة السوشيال ميديا ما بتسيبش حاجة تعدي. في ناس قالت شكلها متغير شوية، يا ترى عملت تجميل ولا دي زاوية الكاميرا؟ أسئلة كتير، لكن ملكة الإحساس ردت من غير ولا كلمة بالضحكة. إليسا اللي عرفناها هي نفس الإحساس ونفس النظرة، نفس الضحكة اللي تهز القلب. والناس نسيت إن دي ست حاربت المرض أكتر من مرة، وقفت على رجلها وغنت ورسمت البسمة على وجوه الملايين. بنحبك يا إليسا، انتي الأجمل رغم كل حاجة. اللي بيشوفك كده يعرف إنك مثال للقوة. فاكرين لما إليسا أعلنت إنها تعافت من السرطان؟ فاكرين دموعها على المسرح؟ فاكرين لما قالت أنا غنيت وأنا متألمة عشان انتم تستاهلوا الفرح؟ إليسا مش مجرد مغنية، دي إنسانة من لحم ودم، واللي يعدي بكل ده طبيعي يتغير شكله شوية، لكن جواها هي لسه أقوى من أي وقت فات. اللي مصدق إن لسه اتغيرت، هي فعلا اتغيرت وبقت أقوى. اللي بيحكم من زاوية تصوير لازم يفهم إن الصورة ما تقولش الحقيقة دايما. الصورة ممكن تكون خداعة، لكن الإحساس لا يمكن. لسه ظهرت وضحكت وقالت من غير كلام أنا بخير ومش محتاجة أبرر لحد. جمهورها معاها دايما. اكتبوا لنا في الكومنتات وسبسكرايب عشان توصل لكم كل أخبار النجوم اللي بنحبهم لحظة بلحظة.